السلام عليكم. كي دايرين خوتي خواتاتي، ياك لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، والصحيحه يا ربي. كما كتشوفوا معايا غنشارك معكم واحد الطبق زوين، مريقه كتجي الصراحه، كتجي زوينه وكتجي خاتره، ويعني سهله بزاف، وفي نفس الوقت بنينه بزاف. كنتمنى يا ربي تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. كما كتشوفوا راه كويرات ديال الكفته، ومعها البطاطا مقطعه مربعات. يعني طبق كيجي خفيف وزوين وبنين، وكنتمنى يا ربي يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. انا متاكده غادي يعجبكم، وما كياخذش لكم كاع الوقت، صراحه ما ياخذش لكم الوقت في الكوزينه، ودغيا كيتحضر دغيا كيوجد. وكنتمنى يا ربي يعجبكم ان شاء الله، ونبداو ان شاء الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا كناخدو بصله، كنقطعوها رقيقه، كنضيفوا عليها الزيت، صافي، وكنخليوها تشحر واحد شويه. كما غتشوفوا معايا الطبق دغيا كيوجد، يعني في الدقيقه 90 كتصوبيه دغيا كيوجد الصراحه. كنضيفوا شويه الملح ونخليو تشحر لينا ديك البصله. انا كنحركها بزاف باش ما نخليهاش تحرق، لا البصله ولا الزيت، نحاولوا ما نخلوهاش يتحرق لينا. كنضيف واحد شويه ديال الثومه محكوكه، وتا هي نحركوها. صافي ونخليوها كتشحر. من بعد ملي تشحرت لينا البصله والثومه بهذه الطريقه هذه تعسلت لينا، غنضيفو الماء سخون، يعني يكون الماء طايب، كنروبيه يعني واحد تقريبا واحد 2 كيسان عنبه حتى 3 ديال الماء. يعني الصراحه الماء على حسب الخليط اللي عندكم، على حسب البطاطا اللي عندكم. صافي ملي كنحركو كنديرو شويه سكينجبير، شويه القرفه، شويه التحميره. هذيك القرفه هي اللي غتبنن لكم هاد الطاجين هذا. شويه ديال القزبر، شويه الخرقوم بلدي، وشويه الابزار. كنديرو شويه المعدنوس والقزبر، واحد معلقه كبيره عامره. صافي كنحركو الخليط مزيان بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا طبق دغيا كيوجد. غنضيفو عليه بطاطا مقطعه مربعات بهاد الطريقه هذه، مربع يعني كتقطعوها مربعه. صافي وكنخليوها بحال هكا. من بعد ملي كتغلى لينا ديك البطاطا كتغلى، كنضيفو هاد القرعه اختياريه بالحق. هاد القرعه انا درتها على قبلي. وهاد القرعه كما كنقول لكم ديما نحاولوا اختاروا القرعه اللي كتكون رقيقه كتكون بنينه بزاف بزاف بزاف. صافي دوك الكويرات ديال
ديال الكفتة. هاد الكوارع ديال الكفتة ما فيهم حتى شي حاجة الا الملح، انا مملحاهم باش يجيونا بنين صافي. وداك العطرية ولا لاصوص ولا اي حاجة راه كلشي درناه في المرق، يعني داك الكفتة كلها غتشرب داك المرق كله، ديك العطرية اللي كاينه في المرق كلها غتشرب. كندير واحد الفليفله مزيوده ديال الفلفله وشويه الزيتون وكندير واحد رشيشه خفيفه ديال المعدنوس صافي، نغطيو عليها ونخليوها على المهل حتى كطيب وتشرب وكتجي زوينه الصراحه، كتجي زوينه. الطاجين هذا كيجي رائع. صافي كنستفو ديك البطاطا وديك القرعه من الفوق والكفيته والزيتون، كاع داكشي اللي درنا كنستفو بهاد الطريقه هذا في هاد الطبيسيل. كما قلت لكم داكشي اللي عندي في الثلاجه صافي كنحل الثلاجه، داكشي اللي بري كنقضي بيه، وداكشي اللي كناكل واللي كنطيب ما كنزيد فيه ما كنقص فيه هو اللي كنشارك معاكم، يعني ما كنبالغ ما حتى شي حاجه، داكشي اللي درتو كنشاركو معاكم، اي حاجه طيبتها كنشاركها معاكم. وثيقوا بيا هاد الطبق راه كيجي رائع رائع بزاف، كيجي بنين كيجي زوين وكيجي الصراحه خاتر ويعني واقف على ليدامو، كيجي رائع الصراحه. وفي الاخير كندير واحد رشيشه خفيفه ديال المعدنوس من الفوق باش منه مذاق ومنه منظر، كيعطي واحد الطبق زوين صراحه وكيجي زوين. هاد الطبق هذا صراحه كيجي زوين، وانا متاكده غادي يعجبكم بزاف. وكنشكركم بزاف بزاف اللي كيخلي ليا تعليق، اللي كيخلي ليا واحد لايك، كنشكركم بزاف اللي كتشجعني واللي كيشجعني، كنشكركم بزاف من كل قلبي. وكنتمنى يا ربي نكون في حسن ظنكم وان شاء الله يعني هذا الشيء اللي كندير نتمنى يعجبكم، كنتمنى يا ربي هذا الشيء اللي كنقدم يعجبكم وكنشكركم بزاف بزاف. ومع السلامة، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة.